يلا بينا نعمل توزيعة حلوة قوي للأطفال. هنجيب فوم أصفر وهنرسم شكل زجزاج كده، يعني ممكن نعتبره شمس كده، وهنقصه بالشكل ده. نقص بالراحة كده عشان يطلع شكله حلو. الهدايا البسيطة اللي بنقدمها للأطفال بتعبر لهم عن حبنا ليهم، وبيبقوا مبسوطين بيها قوي. خلينا دايما كل فترة نقدم لولادنا حاجات بسيطة تعبر لهم عن حبنا ليهم. ماشي، بعد كده هنقص قطعة الفوم من فوق ومن تحت بحيث نقدر ندخل القلم بالشكل ده كده. وطبعا مش هنسيب القلم من غير ما نزينه. يلا بينا هنشوف هنزينه ازاي. على فكرة دي تاني هدية او تاني توزيع اعملها، ياريت اللي ما شافش اول واحدة يرجع يشوفها، وفي افكار كتير هتعجبكم برضو، بصوا عليها. هنا انا جبت كورة الفرو دي ممكن نشتريها جاهزة وممكن نعملها سهلة. لغاية ما مسدس الشمع يسخن يلا نحط ستيكر كده بيكون مكتوب عليه باك تو سكول. انا جبته من تيكت قديم عندي خلص، وباخد منه الكلمة كده ونقصها بالراحة عشان تطلع مظبوطة، ونلزقها على الشكل بتاعنا. بعد ما جبنا الكرة الفرو دي هنسوي بس الشعر اللي فيها، هنسويه عشان كلهم يبقوا قد بعض. وهنلزقه بمسدس الشمع في القلم بالشكل ده كده. وبعد كده هنزينها ونحط العروسة الصغنونة دي. الكرة دي ممكن نشتريها من محل الخردوات عادي، موجودة. العروسة الصغنطوطة دي برضو بتبقى موجودة في محل الخردوات، بنقول لهم ان احنا عايزين بلاستيكات صغيرة كده وسعرها رخيص قوي. بس وهنحط بونبونية بسيطة كده، بونبونية او مصاصة اي حاجة كده، وبس كده التوزيعة تكون جاهزة عندنا، سهلة وبسيطة والولاد هيفرحوا بيها قوي. يلا اعملوها وجربوها وقولولي رد فعلهم ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. مع السلامة.